يعني ايه مقاومه انسولين؟ يعني ايه مقاومه الانسولين؟ بصي، هو دايما كان شخص ما بيخسش، كنا دايما بنقول حرقه ضعيف لكن تحاليله كويسه، وكانت جمله بنقولها. مقاومه الانسولين حاجه بنعرف نمسكها في ايدينا. هو جسمك بيفرز هرمون الانسولين عشان محتاج يظبط مستوى السكر في الدم اللي هو الجلوكوز. فانت لما يكون عندك سمنه جسمك بيقاوم هذا الهرمون. لما بيتقاوم فالبنكرياس بيضطر يفرز انسولين اكتر طبعا بكميه اكبر عشان ينزل يحرق نفس الكميه اللي كان المفروض يحرقها بجرعه اقل. دي اسمها مقاومه الانسولين، ان جسمك ما بيحرقش مع الانسولين بشكل كافي، بيقاوم عمل هرمون الانسولين اللي هو مهمته الرئيسيه تنظيم مستوى السكر في الدم. ولو ظبط معانا هيمنع تراكم دهون جديده. فانت لما بيحصل المشكله دي بيبدا يتراكم دهون في جسمك، سكر دمك واحده واحده يبدا ما يبقاش مظبوط، واحده واحده تنتقل من مقاومه انسولين لبري دايابيتك ما قبل السكري لدايابيتك اللي عندك السكري. يعني معنى كده ان اي حد معرض للسمنه يجي له سكر على طول؟ السمنه الباب الملكي للسكر، السمنه الباب الملكي للضغط، السمنه الباب الملكي لامراض القلب. بصي 4 حاجات نكد مع بعض. انت عندك سمنه خلاص ده عنصر، اوكي، هيندهوا بعض بقى ضغط سكر ربنا يبعد عنك ارتفاع كوليسترول في الدم، اساسيات. بعدهم بالتبعيه لازم يجي دهون على الكبد، دهون على الكبد، 4 مع بعض. سببهم الرئيسي كان السمنه. وانس انك كسرت، لو عالجت الكوليسترول من غير ما تفكر انك تعالج السمنه هم موجودين. لو عالجت الضغط تاخد دواء ضغط من غير ما تفكر تعالج السمنه هم موجودين. لو عالجت السكر من غير ما تفكر تعالج السمنه هم موجودين. كسرت السمنه انت كسرت كل دول.